مرحبا بنات، كيفكم؟ اخباركم؟ الفيديو هذا خصيصا للبنات اللي توهم ابتدوا في مجال الصبغات ويبغون ان شاء الله يصيروا اخصائيات في الصبغات، وكذلك بالنسبة للبنات اللي يصبغون في البيت. راح نتكلم عن سحب اللون. ايش هو السحب اللون وكيف ايش المواد اللي نستخدم في السحب اللون؟ سحب اللون يا بنات في 3 انواع حاليا. في الاول كانوا بس نوعين، حاليا في 3 انواع بس. راح نتكلم عن الموجودة في الأسواق، هي بودرة السحب الزرقاء وبودرة السحب البيضاء، لأن هالاثنين اللي تقدري تحصلينهم بكثرة موجودين. فأول شيء راح نتكلم عن إيش هو تفتيح، إيش هو السحب. سحب اللون يا بنات هو عملية تفتيح لون الشعر باستخدام البودرتين هذول المتخصصين الزرقاء والبيضاء. يعني بنشيل اللون الأساسي اللي في الشعر عشان يصير معانا في اللون المطلوب، يا إما على الأورانج، يا إما على الأصفر، يا إما على الذهبي بنانا، يا إما على الأبيض. فهذه هي عملية السحب، إنك تسحبين لون شعرك الأصلي وتخلين اللون اللي انت تبغين. ففي الفيديو هذا الحين راح نتكلم عن الفرق بين هالبودرتين الزرقاء والبيضاء. فالبودرة الزرقاء تستخدم غالبا للشعور الداكنة، مثلا اللي شعرها اسود، اللي شعرها بني غامق، اللي شعرها فيه حنة، اللي شعرها عنيد يعني ما ينسحب بسرعة. وتستخدم مع الاكسجين عيار 30، وبعض المرات نستخدموها مع الاكسجين عيار 20. بس اهم شيء اذا شعرك ما يستحمل السحب، ضعيف، مو قوي، مو متغذي كويس، فما انصحك تستخدمين لا سحب بالبودرة الزرقاء ولا سحب بالبودرة البيضاء. تمام؟ هنا مفهوم؟ لحد هنا مفهوم؟ مثلا البودرة الزرقاء مخصصة زي ما قلنا للشعور الداكنة. فهي ليش الشعور الداكنة؟ لان هي قوية بالمرة، تفتيحها عالي وتعطينا نتائج قوية. تمام؟ نتائجها مرة ممتازة وقوية، يعني بسرعة تطلع لك السحب، بس تستخدمينها بحذر. تمام؟ لان استخدامها بطريقة غير صحيحة زي ما قلت فراح يأذي شعرنا، وهذا احنا ما نبغى، ما نأذي شعرنا، بالعكس احنا نبغى نحافظ على شعورنا، نبغى لنا الوان حلوة، نبغى نكشخ في العيد ومن غير العيد. بالنسبة للبنات اللي يحبون الصبغات، ليش هي بودرة زرقاء يا بنات؟ لانها تحتوي على مادة زرقاء. ايش هي المادة الزرقاء؟ لازم تعرفون ايش هي المواد اللي احنا نستخدم. المادة الزرقاء هي الاصباغ الزرقاء اللي فيها مركبات لونية تستخدم في بعض المنتجات. تمام؟ بعض المنتجات خصوصا البودرة الزرقاء لمعادلة الالوان غير مرغوبة فيها، عشان ما يطلع لنا مثلا اللون النحاسي، ما يطلع لنا اللون الاورانج. فهي بتساعد على انها تحارب الالوان هذه، عشان كده بتكون فيها المادة هذه مادة الاصباغ، تركيبتها تختلف عن المنتج حق البودرة الزرقاء. تمام؟ اتمنى هنا تكونوا فهمتوا ايش هي البودرة الزرقاء. الحين راح نيجي للبودرة البيضاء. ايش هي البودرة البيضاء؟ البودرة البيضاء بشكل اساسي تستخدم كذلك في سحب اللون، بس سحبها خفيف. يعني اللي حلو فيها ان سحبها خفيف. مثلا شعري تعبان، شعري متقصف، شعري خفيف، تمام، استخدم البودرة الزرقاء. هي صح انه سحبها بيكون خفيف وعلى درجات، تمام، تدريجيا درجة بدرجة، بس هي لطيفة على الشعر، وتركيبتها بتكون اقل قسوة على الشعر بالنسبة للبودرة الزرقاء، لان البودرة الزرقاء قوية بالمرة، فعشان كده نستخدمها للشعور الداكنة. اما الزرقاء البيضاء فلا، البيضاء درجاتها حلوة، تطلع لنا درجات حلوة كذلك. مثلا اللي عندها تفتيح الشعر مصبوغ، او اللي تبغى الحصول بس على درجات الفواتح بنيات او العسليات، فتستخدم البودرة البيضاء لانها تفتيحها خفيف ومناسب لكل الشعور وما تضر شعرنا. فكيف احنا راح نعرف، كيف راح نعرف نختار النوع المناسب؟ مثلا انا ابغى اصبغ لون، فكيف اختار النوع المناسب للسحب؟ هل اختار السحب الازرق البودرة الزرقاء ام اختار السحب البودرة البيضاء؟ مثلا اذا اخترت
اذا شعرك داكن زي ما قلت واسود وعنيد وما ابغى اللون اللي انا ابغاه، ما ابغى النحاسية تطلع لي، ما ابغى البرتقالي يطلع لي، فهنا راح استخدم البودرة الزرقاء. تمام. اما اذا كنت بحاجة الى تفتيح بسيط، يعني 5 درجات 4 درجات، وشعري تالف وحساس، فهنا راح استخدم البودرة البيضاء. تمام. لان البودرة البيضاء خفيفة على شعري. وقبل ما نحط البودرة الزرقاء او البودرة البيضاء لازم اول شي نسوي اختبار على خصلة، تمام، من شعرنا. لازم هذه التست لازم يكون. اذا ما سويتي التست فممكن توقعين في مشاكل حتى بالبودرة البيضاء. تمام. عشان كده في تفتيح، في شيء اسمه تفتيح بالصبغات. هي صدق ان الصبغة ما تفتح صبغة، هذه قاعدة معروفة، بس في مفتح، في بديل السحب، مثلا في صبغات كثيرة بديل السحب، في بلون، في نيتروسينما كولاجين، في المصحح التفتيح اللي هو 0.02 موجود في الكتالوجات، او 1000 كذلك موجود في الكتالوجات. هذا يكون تفتيح. فافضل شيء انك تشوفين طبيعة شعرك كيف هو، هل تستخدمين السحب الازرق او السحب الابيض او تفتيح. طيب هنا يا بنات راح اعطيكم نصائح عشان نعتني بالشعر بعد السحب. بعد السحب لون الشعر ضروري بيتعب شوي، فلازم ايش نستخدم بلسم، مرطبات، قناع مغذي عشان نعوض الترطيب المفقود فيه. نتجنب استخدام الحرارة بشكل كبير ومتكرر، لان الحرارة تكسر الشعر. فاذا كان شعرك ما يتحمل وحطيتي الحرارة خلاص شعرك صار مطاطي وكله اتساقط واتدمر. ونستخدم الشامبو بالنسبة للبنات اللي تطلع لهم الالوان النحاسية، نستخدم الشامبو الارجواني، نستخدموا شامبوهات مخصصة للصبغات. انا ذكرت لكم شامبوهات كتير مخصصة للصبغات. وكذلك نحرص على اننا نقص الاطراف بانتظام للحفاظ على الشعر بمظهر صحي ولائق. وهنا راح نتكلم بخلاصة عامة، الموضوع كامل بخلاصة عامة واستعجالية، انه السحب لون هو عملية تفتيح لون الشعر باستخدام بودرة السحب. استخدام البودرة قلنا نوعين، البودرة الزرقاء والبيضاء، فلكل واحدة فيهم دورها. تمام. لكل واحدة منهم دورها. واحنا كذلك لازم نعتني بشعورنا، هذا شيء ضروري. بعد الصبغات، بعد البروتين، بعد المعالجات، لازم نهتم بشعورنا، لان زي ما قلت المواد الكيماوية كما ان لها ايجابيات فلها سلبيات. اتمنى انه الفيديو يفيدكم، واذا تبغون اي معلومة حياكم ارسلوا لي وانا في خدمتكم.